ليلى. ستتابعون قصته بعد أن تشاهدوا التقرير التالي وسنعود. وجد الشباب الجزائري نفسه يتعامل مع واقع لم يألفه في الماضي القريب، فبعدما كان التحرش مقتصرا على الذكور، ها هو اليوم ينتقل للجنس اللطيف. لقد أصبحت ظاهرة تحرش الفتيات بالشباب منتشرة وملفتة للانتباه كذلك في مجتمع جزائري يوصف بأنه مجتمع محافظ. بعض المختصين يرون أسبابا متعددة صعدت وبشكل كبير على تفشي الظاهرة داخل مجتمع لطالما عرف بأخلاقه النبيلة وحرمته الكبيرة. فيسبوك، تويتر، واتساب وغيرها من مواقع الدردشة التي تسللت إلى حياة الشباب اليوم، فحطمت الكثير من الحواجز بين الجنسين وسهلت التواصل بينهما. يحدث هذا في وقت تجد المرأة نفسها باحثة عما يملأ فراغا عاطفيا بداخلها، سيما اللواتي منهن لم يحظين بقدر كاف من العطف داخل أسرتها، وهذا ما تخرج للبحث عليه في أزقة الشوارع. يبقى التحرش فعل تضمه الفطرة السليمة وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ما يجعل كافة مؤسسات المجتمع في تحدي حقيقي وأمام مسؤوليتها في القضاء عليه أو التقليل منها، وهذا لحماية خصوصية الأفراد. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام من داخل الغرفة المظلمة. ضيفنا لهذه الحلقة هو شاب جزائري يتعرض للتحرش الجنسي، لكن الخطير في الأمر أنه يتعرض لهذا التحرش من قبل امرأة متزوجة. تتابعون قصته معنا الليلة. أهلا بكم، مساء الخير. مساء النور الوقت. أتمنى أنك تكون مرتاح معنا. الحمد لله بصعبه. شكون هو محمد؟ محمد شاب جزائري ساكن في حي شعبي، بالغ من عمره 30 سنة. أنا هو أكبر الابن في العائلة، متزوج، المهنة تاعي ميكانيكي. تعرضت التحرش من طرف امرأة متزوجة، هي جارتي مقيمة بحي شعبي اللي نسكن فيها هنايا. تعرضت بهذه الطريقة. كنت خدام بريكولي في السيارة تاعي قدام المنزل تاعي. وحدة بعث لي طفل صغير، جاب لي قرعامة، شديتها عليه نورمال. موراها راح طفل عندك يعود ولا طفل جاب لي سلسلة وخاتم، عطتهم لي، لبستهم نورمال. والعلاقة تاعي بدات تصبح الخير، مساء الخير خويا، واش راك لاباس؟ الحمد لله صافا. هذه العلاقة تاعي باش بدات. ومن بعد ولات العلاقة تاعي بعد كنت داخل، كانت تعسني الوقت اللي ندخل فيه الوقت اللي نخرج فيه. تسمع السيارة تاعي تخرج تطلع ليا، دير لي واحد لي جاست ما تصورهمش تعمل عندها، ما عليناش. ومن بعد موراها بداتني تاع الهاتف نقر، قالت لي بعث لي شريحه ولا كاش تليفون عندك باش نهضر معك ولي كونتاكت بيناتنا. انت على بالك بلي هي امراه متزوجه؟ انا على بالي بلي متزوجه. وانت في نفس الفتره انسان خاطب.